ازاي نرتبط بالكروش كروش. مش عارف بتقولوا عليها ايه بس هنقول لكم مبدئيا كده. خلينا نعرف يعني ايه كروش. كروش هي كلمة انجليزي معناها ان انا معجب بشخص ما. فده معنى كلمة كروش. انا اخر معلوماتي عن كروش ان هي كانت لعبة كنا بنلعبها في البلاي ستيشن. فلسه عارف بقى الكلمة دي من قريب يعني معناها ايه. ومن الطبيعي جدا ان اي حد يبقى معجب بحد او عنده كراش، لان احنا بشر، كل دي حاجة طبيعية. ولكن بغض النظر مش هقول التمرين، المفروض ان الشخص ان هو يغض بصره، ده طبيعي. ولو هنفترض انك بصيت او عجبت بحد جامد جدا زي ما بيقولوا، ايه اللي المفروض يحصل؟ ايه الخطوة الجاية؟ الخطوة اللي بعديها هو الارتباط الشرعي، مع ان الخطوبة هي مش رباط شرعي بس، يعني هي الارتباط. توضيح: اليومين دول الارتباط ما بقاش كخطوبة او فكرة مشروع جواز، او لا، الارتباط بقى صحوبية. انا مرتبط مش معناها ان انا خاطب، لا، انا مرتبط يعني انا مصاحب. فده اللي ماشي اليومين دول، فهي دي فكرة الارتباط. فمفيش حاجة طبعا اسمها كده، مفيش حاجة اسمها صحاب بين الراجل والست. حتى لو في الشغل او في دراسة دي اسمها زمالة، بس ما بيبقاش فيها اختلاط يعني. فهو دي الحاجة اللي كنت عايز اقولها يعني. مع العلم ان من كام سنة كده، يعني في الفترة الأخيرة دي يعني كان معنى الارتباط الخطوبة، بس هو الموضوع تطور شوية، يعني الارتباط بقى صحوبية. بس الأول لا، كان معنى الارتباط إن أي حد يقول أنا مرتبط أو أنا مرتبطة، يعني أنا خاطب أو مخطوبة. فده الارتباط. ولكن برضو ما ينفعش يبقى فيه صحوبية، لأن في الأول في الآخر إحنا كرجالة دماغنا هتبقى شغالة يعني طول الوقت، فمهما كان برضو يعني لا، إحنا مفيش حاجة اسمها صحوبية ما بين واحد وواحدة، لا. في معجب بحد، في يعني معناها خطوبة، مش رباط شرعي بس. يعني هي ايه، عملت اللي عليك، اخدت خطوة خير، فده معنى الارتباط. ولكن في حاجة برضو يعني، ان اللي طلع فكرة ان لازم يبقى في حب قبل الجواز هي المسلسلات والافلام. لا، لازم يبقى في قصة حب قبل الجواز. فهي دي حاجة متصدرة من الغرب، من الأفلام الغربية والمسلسلات عامة والأفلام. الفكرة بقى إن حتى لو الواحد يعني حتى ما عملش كده أو ما فكرش إن هو يصاحب أو بتاع، هيبقى بقى يعني الشخص نفسه بالنسبة للي حواليه هو غريب. يعني هو لا، في حاجة غلط، هيبدأ إن هو يبدأ يقول لنفسه لا، أنا في حاجة غلط. بس لا، أنت صح، أنت تتقي ربنا يعني، تعمل حاجات كتير صح، تغض بصرك، تتقي الله، تخاف على نفسك، تخاف على ان لو عندك اخوات انت مش قابل ان يبقى يحصل معاهم كده. فده الصح. سؤال كده ورده هيبقى جميل بالنسبة لي، يعني كل اللي بيشوف الفيديو: انت تحب ايه اكتر، جواز عن حب ولا جواز تقليدي الصالونات؟ نرجع بقى لسؤالنا اللي هو ازاي ترتبط بالكراش. روح تقدم لها بس، مفيش حاجة غير كده. متنسوش بقى ايه، لايك، سبسكرايب، كومنت، شير، يعني اي حاجة من دي هتبقى حاجة كويسة يعني.